بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خيرة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم ويسعد جميع أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير. بصوا بقى، يعني عايزة أقول لكم على حاجة. الفيديوهات دي يعني أنا عارفة من الآخر إنها مش هتجيب مشاهدات. فيديوهات كلها يعني حشو في القناة زي ما بيقولوا. آم، وعارفة أصلا إنها مش هتجيب مشاهدات، لأن يعني أنا اليومين دول مشغولة 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 جدا جدا جدا. كلها فيديوهات زي ما بيقولوا كله شكون كده. علشان خاطر أنا ما ينفعش إن أنا أسيب القناة من غير ما أنزل عليها فيديو، بس فيديوهات فيها معلومات قيمة جدا جدا عن الطيور ومفيدة جدا جدا. بس قبل ما اطلع الجو يا جماعة لا يطاق في البرد، قلت اعمل بقى كوباية شاي على وابور الجاز. الجو ساقعة ساقعة جدا، وبعدين بقى نطلع للطيور ونقول لكم المعلومة الكنز، المعلومة القيمة فعلا. بس نشرب الأول كوباية الشاي على وابور الجاز.
انا هقول لكم على الكنز السري بقى في الخلطة ديت، هتعمل اوزان عالية جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، وهتحارب الانيميا، بتحارب فقر الدم عند الانسان، ممتازة جدا جدا للطيور، هتعمل عنقود بيض هايل، هتخلي الدجاج يبشر بسرعة جدا جدا، هتعمل وزن حلو في البط، هنعلي جهاز المناعة عند الطيور، هنحارب الأمراض التنفسية، هنقلل من الإسهالات عند الطيرة، هنستعمل لك قنبلة المضادات الحيوية، حاجة كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله، من أعلى وأقوى المضادات الحيوية اللي أنا بستعملها بصراحة للطيور، فيها فيتامينات عالية جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هتحارب نقص الحديد عند البني ادمين، وبرضه مفيدة جدا للطيور، هتعمل عنقود بيض حلو جدا للطيرة، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده عال العال. هي ايه؟ هي البنجر، بس هو بقى ايه، ما بيبقاش موجود الا في الصيف فقط، فبرضه خزنوه واعرفوا الطريقة الصحيحة لتخزينه عشان يبقى مفيد للطيور. واذا وصلت معايا لحد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير، لايك فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.